السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ما شاء الله، الله اكبر. هنعمل الفطير الشرقي في البيت بقلل المقادير واقلل حشو معاكي. اي بواقي من التلاجة هتقدري تعملي احلى فطيرة شرقية ما شاء الله. ولا هتكلفك اي حاجة، معلقتين سمنة من التلاجة والدقيق عندك في البيت. والحشو زي ما تحبي، يعني لو عندك شاورما فراخ، سجق، عندك لانشون هتعملي وقطع من الجبنة الرومي، هتقدري توفري الحشوة بتاعتك. حابة تعمليه سادة، دي حاجة ترجعلك. يلا نشوف الجمال والحلاوة ده. وقبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله، صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نخش على مقاديرنا. معايا حوالي نص كيلو من الدقيق، عليهم رشة ملح ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة. هنقلب المكونات دي كلها كده في بعضها. ومعايا المية المستخدمة من الحنفية، عشان احنا في فصل الصيف. فصل الشتاء هتبقى مية دافية. اعجني كويس بايديكي كده لغاية لما تحسي ان العجينة معاكي بقت زي الاستك. اديها خبطتين في الرخامة. والرخامة طبعا معانا احنا غسلينها ومنضفينها، عشان ده اكل لازما يبقى كل حاجة نضيفها معانا. بعد ما عجنتها كويس كده وبقت عاملة زي الاستك كده وعجينة ناعمة، هسيبها ترتاح حوالي نص ساعة وبعد كده هقطعها. اعملي شغل البيت بتاعك وبعد كده خلي الفطير ده للاخر اعمليه. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، هحط عليها شوية زيت، ادهني الصينية كويس. وهنقطع العجينة بتاعتنا القطع اللي انتي عايزاها، حباها كبيرة حباها صغيرة، دي حاجة ترجعلك. انا هعملها كور كده وهسيبها ترتاح. هنقطع بقية العجينة كده بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. ودي كمية العجين. انا زودت شوية عشان هعمل فطيرة سادة الاولاد حابين ياكلوا بها بالعسل. دهنة زيت كده على وش كل الفطيرة وسيبيها بقى ترتاح ساعة ساعتين. كل ما تريحي الفطير كل ما هيديك نتيجة كويسة. غطيها بكيس كده وفوطها بعدها، او بكيس كده، بس اهم حاجة ما تبينيش حاجة من العجينة عشان ما تعملش قشر. المواد الدهنية المستخدمة معايا معلقتين من الزبدة ومعلقتين من السمنة من قلب التلاجة ومعلقتين من وش اللبن اللي هي القشطة، وربع كوباية من الزيت ويكون ريحته حلوة. دهنة كده من الزيت على الرخامة هتساعدك انك تفردي الفطيرة معاكي بسرعة. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد يا حبايبي. افردي كويس كده، وانا زي ما قلت لك كل ما هتسيبها ترتاح كل ما هتبقى النتيجة احلى. دي يعني الطبقة الاولانية هحشي فيها طبعا، هدهن دهنة خليط من المواد الدهنية اللي عندنا. وبعد كده هحط الحشو بتاعي عبارة عن جبنة رومي، وعندنا قطع من اللانشون مقطعينها كده، وفلفل الوان وزيتون مخلي وجبنة موتزاريلا كده. دي حسب يعني، شوفي الحشو حابة تسيبيها سادة دي حاجة ترجعلك. هنقفل كده وكل ما تقفلي دهنة من الزبدة بتاعتنا. هنفرد بقى العجينة التانية عشان نحط العجينة المحشية في قلبها وتقفلي على كده. نفس الفردة اللي احنا فردناها في الأولانية هنفردها في التانية وكمثل. افردي على سطح العمل زي شوفي على قد ما تقدري افردي. كل ما هتفردي كل ما هتورق معاك. دهنة كده من الخليط بتاعنا، وهجيب العجينة اللي انا حشياها كده ودهنيها دهنة زبدة من فوق وقفلي العجينة. وكل يما هتقفليها دهنة من السمنة او الزبدة. ما شاء الله، الله اكبر. حاجة كده والله كان طعمها جميل وروعة وريحتها ما شاء الله عليه. هنحضر الصينية، ودي صواني البسبوسة اللي هما التلاتة من فوق بعض، دهنة من الزبدة كده. وهنزل بقى بالفطيرة بتاعتنا وهسيبها ترتاح. هعمل معاكم كمان واحدة بنفس الطريقة. انا طبعا فردت وحشيت، وادي المقطع ده عشان بس الفيديو ما يطولش معاكم. بعد ما ارتاحت كتير كل ما هتريحيها افردي بقى على حسب حجم الصينية بتاعتك بالطريقة دي. هي عشان مرتاحة بتتفرد معايا على طول. الحشو طبعا اللي حشيناه من النص هنحشيه من على وشها من فوق عشان تدينا طعمها جميل جدا.
فلفل بقى الوان وزيتون، ولو عندك كاتشب حطي، لو عندك صلصة حطي، دي حاجة بقى ترجعك، بس انا حباها كده تكون خفيفة كده من غير اي صلصات ولا حاجة. كل اللي عملته حطيت رشيت عليها شوية فلفل اسمر من فوق وشوية شطة عشان تدي حرارة كده جميلة. هنفرد الفطيرة التانية ونفس ما عملنا الاولانية هنعمل التانية. تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. الفطير بيبقى عايز درجة حرارة عالية، ونفس المكونات الحشو هو نفس الحشو، وزي ما قلتلك الحشو ده حسب راحتك. وبعد ما تحشيها وتخلصيها كده سيبيها برضك قبل التسوية 10 دقايق ترتاح. ما شاء الله بتبقى تسويتها ممتازة، وكمان ضمنتي انها ارتاحت اكتر، ويطلع معاكي احلى فطير شرقي وغدا عسل كده لاولادك وهيحبوه. شوفوا ما شاء الله بعد ما طلع الفطير معانا ما شاء الله، انا كنت عملت 3 ما شاء الله عليهم، كانوا اجمل من بعض بصراحة. هتقطعيهم بقى بمخرطة الملوخية، كانت اسهل حاجة قطعت بيها ما شاء الله. يعني هي مش للملوخية بس، ده هي ما شاء الله استخداماتها كتير. شوفوا ما شاء الله من سخونية الفطير مش عارفة والله. شوفوا التسوية حاجة كده روعة. وبعد ما قطعناها كده انت ممكن تقطعيها بالسكينة برضك، بس انا بوريكي حاجة تانية انك ممكن تقطعيها مكعبات مثلثات، دي حاجة ترجعلك. معلش عفوا كانت سخنة ما عرفتش اوريكم الطبقات بتاعتها. وادي الصينية خارجة لسه من الفرن ما شاء الله، وسالكة من تحت كده، وحاجة كده ريحتها ما شاء الله عليها جميلة جدا. جربوا بنفس الطريقة وبنفس الحشو، والحشو والله بسيط جدا وهيعجبكم ما شاء الله. شوفوا الجمال، حاجة كده تتاكل اكل، حاجة كده عسل. فيش تسلم ايدك يا لولو. شوفوا الجمال، شوية شيبسي حلوين كده وبيبسي كده، وبألف هنا على قلبكم يا حبايبي. هقطع معاكم حتة كمان كده عشان بس تصدقوني انها سخنة، مش عارفة والله امسكها بايدي. وطرية وجميلة ومورقة، حاجة كده جميلة. ما تنسونيش في دعوة حلوة كده ولايك وشير لكل حبايبكم. شوفوا مورقة والله مورقة. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. يلا شير وسلام كتير لحبايب قلبي.